هذا يقول يستأذن في قصيدة، هل ترغبون نأذن له؟ نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد يا فضيلة الشيخ أستأذنكم في القصيدة. نعم. يا أمتي إن هذا الليل يعقبه فجر وأنواره في الأرض تنتشر، والخير مرتقب والفتح منتظر، والحق رغم جهود الشر منتصر، وبصحوة بارك الباري مسيرتها نقية ما بها شوب ولا كدر، ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا بمثله يرتجى التأييد والظفر. أنا لا أوافق على هذا البيت. لا أوافق، لأني لا أريد أن يربط الحق بالأشخاص. كل شخص يأكل، فإذا ربطنا الحق بالأشخاص معناها أن الإنسان إذا مات قد ييأس الناس من هذا. فأقول إذا كان يمكنك الآن تبدل البيت ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله، هذا طيب. ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله. نعم. ابن العثيمين. لا يا شيخ، لا هذا لا تجيبها. لا أنت ما تحب. وقف. فقيهنا. لا والله ما أرغب. لا ما إن كان ما عندك إلا هذا. لا عطنا سؤال. نعم. أبدا ما لا داعي يا رجال، بس أنا أنصحكم الآن من الآن وبعد الآن أن لا تجعلوا الحق مربوطا بالرجال. الرجال أولا يضلون، حتى ابن مسعود يقول من كان مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الرجال إذا جعلتم الحق مربوطا بهم يمكن الإنسان يغتر بنفسه نعوذ بالله من ذلك ويسلك طرقا غير صحيحة. ولذلك أنا أنصحكم الآن أن لا تجعلوا الحق مقيدا بالرجال. الرجل أولا ما يأمن الإنسان، نسأل الله يثبتنا وإياكم، ما يأمن الزلل والفتنة. وثانيا أنه سيموت، ما هنا حد يبقى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وثالثا إن بني آدم بشر، ربما يغتر إذا رأى الناس يبجلونه ويكرمونه ويلتفون حوله، ربما يغتر ويظن أنه معصوم ويدعي نفسه العصمة وأن كل شيء يفعله فهو حق وكل طريق يسلكه فهو مشروع، فيحصل بذلك الهلاك. ولهذا انتدح رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ويحك قطعت عنق صاحبك، وقال ظهر صاحبك. وأنا أشكر الأخ مقدما وإن لم أسمع ما يقوله في على ما يبديه من الشعور نحوي، وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنها وأكثر، ولكن ما أحب هذا. وأنا أجازيك مجازات إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجزيك عني خيرا وأن يثيبك. هنا